يا صباح السعادة لو شايفيننا الصبح، ويا مساء الهنا لو شايفيننا بالليل. فيديو النهارده هيعجبكم قوي. فيديو النهارده بقى رحنا كده رحلة ترفيهية، بس بجد بجد عجبتنا قوي، والاولاد اتبسطوا منها. الجو كده كان حر، فقلنا ان احنا نخرج خروج. فهقول لك بقى النهارده ازاي تبسطي ولادك ب 15 جنيه. رحلتنا بقى رحلة ترفيهية، وبصراحة المكان اللي احنا رحناه هايل. كل حاجة فيه هتعجبك خالص، من أول الألعاب بقى اللي ب15 جنيه لحد المشروبات، الحلويات، الكيكات. موجود بقى بيتزا، مأكولات، كل الأكل اللي انت بتحبيه هتلاقيه موجود في المكان اللي أنا قلتلك عليه ده. وزي ما انتم شايفين بقى المكان ما شاء الله هايل، وبجد بجد يعني حاجة حلوة قوي في المنصورة. والمكان ده بقى اقولك على عنوانه، واقولك ازاي توصلي له، وازاي بقى تستمتعي بيه انت واولادك. هوريكي بقى نبذة عن المكان، والمكان ده فين. المكان ده قريب خالص من المنصورة. هنا بقى بدأت رحلتنا يا حبايب قلبي. طلعنا كده على الطريق الدولي او الطريق الموت اللي بيقولوا عليه. هنا بقى احنا خرجنا بعد المغرب على طول، وزي ما انتم شايفين الجو كان جميل قوي، والسما لونها حلو قوي قوي، والطريق بقى كان ما شاء الله فاضي ويشجع على السفر. فاتحركنا كده وكنا رايحين على جمص، وقلنا بقى ناخد سهرة كده في جمص. بس للأسف الشديد بعد ما وصلنا لحد البنزينة وحولنا كده العربية، غيرنا الفكرة وقلنا بقى ننزل على المنصور. يعني تقدروا تقولوا كده ان احنا استبعدنا جمصة، او كان معنا اطفال صغيرين حبينا نروح مكان ترفيهي. مش عارفة هي جت الفكرة ازاي. اتحركنا بقى وقلنا هنروح المنصورة على اي حديقة او اي مكان كده حلو نقضي فيه الليلة بتاعتنا. زي ما قلت لك بقى خرجنا وبدأنا ان احنا نسلك طريقنا ونشوف احنا هنروح فين. بس صدقوني احنا ما كناش عاملين حسابنا خالص على المكان اللي احنا رايحين له. فبدأنا نتحرك ونشوف بقى هنروح فين. وكان المكان بصراحة كان مفاجأة خالص بالنسبة لنا. اتحركنا كده وخدنا طريقنا وسلكناه، ولحد ما وصلنا كده على طريق مصر. وكان قدامنا طريقين ان احنا نروحهم، فاتحركنا كده ورحنا على مكان على طريق أجا. وزي ما انتم شايفين بقى الكباري بقى قابلتنا، وبصراحة كان يعني الجو جميل جدا ولطيف. والخروجه في حد ذاتها كانت حلوة أوي وكانت جميلة. لو انت رايحه بقى من طلخه ولا من المنصور، هتركبي في توك توك ب50 او 100 جنيه. ممكن تشتركي مع حد من صحباتك، وفي عربيات كمان بتودي المكان ده. المكان اللي احنا بقى داخلينه ده اسمه الفخراني، والطريق ده على طريق أجا. المكان ده على طريق أجا، مكان كبير قوي ما شاء الله يا حبايب قلبي. اللهم بارك بقى، هتلاقي في كل حاجه موجود. وعلى فكره تقدري ان انت تدخلي المكان من غير ما تدفعي اي رسوم خالص، لانه هو اصلا بدون رسوم، فبتدخليه مجاني كده ببلاش. تقدري بقى ان انت تدخلي المطعم، هتلاقي فيه مطعم، هتلاقي فيه كافيه، هتلاقي فيه حلويات، هتلاقي فيه كل حاجه. دخلنا بقى اللهم بارك، زي ما انتم شايفين المكان واسع جدا، وفي استراحات حلوه، وفي اماكن جميله قوي. ده بقى حبايب قلب المطعم. هتلاقي فيه الرز، الكبسة، وهتلاقي فيه المندي، هتلاقي فيه فراخ مشوية، جميع المشويات هتلاقيها، كفتة، كباب، هتلاقي فيه البيتزا، هتلاقي فيه كل المعجنات. ده يعتبر قسم المشاوي او قسم المأكولات. وهنا بقى حبايب قلبي ده قسم الحلويات. هتلاقي فيه من اول الجاتو لحد الكيك، شوكولاتات، ايس كريم. هتلاقي برضو فيه الحلويات الشرقية، هتلاقي فيه جيلي. جنب منه على طول هتلاقي بقى المكان اللي انت شايفاه ده بيبيع البليله، الرز باللبن. بيبيع برضو حاجات حلوه قوي. يعني تقدري في المكان ده تجيبي اي حاجه نفسك فيها. وده بقى المطعم اللي احنا قعدنا فيه. دخلت طبعا واشتريت هنا بتزايل الاولاد، بس بصراحه حرفيا كده طعمها كان هايل. حاجه كده جميله جدا، بيجي معاها الكاتشب. تقدري تشتري جنبها بطاطس محمره او شيبسي، تقدري تشتري جنبها اي حاجه. وطبعا احنا هنا ما عرفناش نصور لكم الاكل اللي احنا نزلناه، لان المصور كان تعبان كده وهبطان وعايز يروح الملاهي. فصورنا البيتزايه بصراحه كده يعني حرفيا السوا بتاعها هايل من تحت ومن فوق. الجبنه بتاعتها جميله جدا، طعمها هايل. دي بقى كانت البيتزا اللي هي بشاورما الفراخ. وهنا بقى جبنا بليله، بسم الله ما شاء الله. طبق البليله ده يا حبايب قلبي هو تقريبا كده كان السنه اللي فاتت عامل 40 جنيه، السنه دي عامل 60 جنيه. وطبق البليله ده يكفي بسم الله ما شاء الله فردين او 3 كمان. انا ولادي هنا ما قدروش انهم يكملوا الطبق. خرجنا بقى يا حبايب قلب على المطعم من المطعم عشان نروح الملاهي. وزي ما انتم شايفين دي زي ساحه كده مفتوحه، وعلى فكره مفتوحه منها للشارع على طول. يعني تقدري تدخلي المكان ده من الجنب، من على الطريق، بعيد خالص عن المطعم اللي انا وريتهولك قبل كده. يعني لو مش عايزه اولادك يشوفوا المطعم ويشوفوا الحاجات اللي جوه، ممكن ان انت تدخلي الساحه دي من بره خالص. جنب الساحه او المكان اللي انت شايفاه ده هتلاقي الملاهي.
وهنا بقى دي الطرقه بتاعت الملاهي. انا كنت داخله بصراحه الملاهي بس ما حبيتش او ما قدرتش ان انا اصور لكم جوه الملاهي، وده لان كان التليفون فصل معايا. الملاهي بقى اللي جوه يا حبايب قلبي تختلف عن اللي احنا واقفين فيها دي، غير اللي احنا واقفين المكان اللي احنا واقفين فيه. وهنا بقى انا عايزه اوريك ان المكان اللي احنا واقفين ده منه للشارع على طول، زي ما انت شايفه العربيات معديه اهي، والمكان مفتوح على طول على الشارع، يا دوب كده في باركنج بسيط. اما بقى قدام خالص المكان هتلاقي باركنج كبير قوي. وهنا بقى لما لقيت الملاهي غاليه فجيت ابص لقيت ركوب العربيات او الموتوسيكلات اللي انت شايفاها في الفيديو، لقيت ال5 دقايق ب15 جنيه. فقلت فيها ايه يعني لما ابسط الولاد كل واحد 5 دقايق كده في عربيه من اللي انتوا شايفينها دي. العربيات دي بتشتغل بالريموت كنترول، انت بتقدري تتحكمي فيها وتمشي ورا اولادك وتلعبيهم وتحركيهم، او المشرف اللي موجود على العربيات دي هو اللي بيبدا ان هو يحركهم ويلاعب الاولاد بيه. وزي ما هتلاقي بقى العربيات والموتوسيكلات هتلاقي برضو الباتيناج، في هنا اولاد لابسين الباتيناج وقاعدين بيجروا في الساحه دي. فبصراحه المكان هايل، حاجه حلوه قوي خالص. كنت عاوزه بقى اصور معاكم الملاهي جوه بقى في هنا ملاهي فيها بقى بيت الرعب، الدخول للفرد ب50 جنيه. اما بقى عن باقي الالعاب اللي هي الساقيه وكل الالعاب هتلاقيها موجوده جوه الملاهي، بس سعر التذكره 100 جنيه. يعني الكارت بتاخديه ب30، وفي 70 جنيه ألعاب، ده أقل كارت تقدري إن انت تشتريه. وزي ما انتم شايفين بقى دي نافورة حلوة قوي جميلة جدا، يعني تقدري بقى إن انت تتصوري جنبها، ولادك يتصوروا جنبها. وبالإضافة بقى لكل اللي قلتلك عليه، في هنا مسجد كبير قوي، في مصلى للسيدات ومصلى للرجال، بيتأذن فيه طبعا كل الصلوات، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يزيدهم. المكان بصراحة هايل وكامل مكتمل فيه كل حاجة. المكان هتلاقي فيه المية، وهتلاقي فيه العصاير، هتلاقي فيه الأكل بأنواعه، هتلاقي فيه المشويات، هتلاقي فيه الرز، هتلاقي فيه كريبات، هتلاقي فيه بيتزا، هتلاقي كل حاجة. ودي بقى كانت الخروجة بتاعتنا خلصت، وبدأنا ان احنا نركب بقى كنا سايبين العربية بقى في الباركينج، وبدأنا كده نروح. وكانت رحلة حلوة قوي بجد بجد. لو كانت الرحلة دي حلوة وشايفة ان هي تستاهل، ارفعي الفيديو بلايك، ولو مش هتستاهل ارفعي لي بديسلايك. ولو حابة بقى تخرجي ولادك في العيد، تقدري ان انت تخرجيهم في مكان زي كده يعجبك او هيعجب اولادك. حتى لو دخلت كده من الجنب والله بتدخلي من غير رسوم خالص، تقدري ان انت تركبي اولادك لو عربية او موتوسيكل ب15 جنيه ل5 دقايق. الاولاد هيتبسطوا جدا وهيفرحوا جدا جدا. وفي نفس الوقت المكان فيه هدوء تام واسترخاء جامد قوي. وغير ده وده بقى هتيجي تبص تلاقي المكان طري جدا، وفيه طراوة حلوة قوي. المكان ما شاء الله مفتوح، وفي جو حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بدعوة حلوة كده من قلبك، كومنت حلو كده في اسفل الفيديو تقولي لي بتتابعيني منين، وايه الاماكن الحلوة اللي تقدري تروحيها في العيد او في المنصورة عامة او في اي مكان، واحنا نحاول ان احنا نعمل لك تجربة في المكان ونصوره لك. ولو الفيديو انت شايفة ان تصويره مش حلو يعني وما جاش وما غطاش المكان، فاعذرينا لان المصور كان عاوز ينام. كان نفسي بجد اغطي لك المكان بالكامل، بس التليفون كان فصل معانا شحن وما قدرناش ان احنا نجيب كل اللقطات. كان نفسي قوي اوريك الملاهي من جوه، بس المره الجايه ان شاء الله هوريك لقطات حلوه. هقول لك على اماكن حلوه قوي ورخيصه، وازاي تروحيها وازاي تدخليها ومنين تدخلي لو عايزه تدخلي ببلاش. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض.